السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ستكون سرعتنا على الصراط؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعلمون أن الصراط منصوب على متن جهنم، يعني على جهنم من الطرفين نجد الصراط قد نصب على متن جهنم. قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالمقصود هنا هو المرور على الصراط يوم القيامة. لابد لكل مؤمن ومؤمنة أن يمر على الصراط، لأن بعد المرور على الصراط سنجد القنطرة، ثم بعد القنطرة مباشرة أبواب الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وصف الصراط شيء عجيب جدا وشيء خطير جدا، لكنه للمؤمنين بفضل الله يكون رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة كما تعلمون الصراط منصوب على متن جهنم. حجم جهنم لا يخطر على قلب بشر، ولكم أن تتخيلوا أن ملك واحد من الملائكة لو ضرب الأرض بجناحه لقسمها نصفين، ومع ذلك يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لها 70,000 سلسلة. وركزوا معايا بقى، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني قد ايه؟ يعني تخيلوا حضراتكم كده 70,000 ملك في ايه؟ مع كل زمام، والنار لها 70,000 زمام، يعني 70,000 في 70,000. شوفوا بقى الرقم يطلع قد ايه، شيء فوق الخيال. ومع ذلك تزفر جهنم زفرة تكاد تتفلت منهم، يعني تكاد تتفلت من كل هذا العدد الرهيب من الملائكة، من شدة جهنم ومن سعة جهنم ومن حجم جهنم. فوق جهنم بقى منصوب الصراط. تخيلوا حضراتكم شيء يفوق الخيال، طوله لا يخطر على قلب بشر. لو إنسان هيتمشى عليه ممكن يوصل بعد مليار أو 2 مليار سنة للجهة الأخرى، لكن مع المؤمن بفضل الله كلمح البصر يكون الناحية التانية. أول ما ينصب الصراط على متن جهنم يؤتى يوم القيامة ب3 أصناف من الناس: كفار ومشركين، منافقون، مؤمنون. 3 أصناف من البشر هم اللي هيكونوا موجودين يوم القيامة في أرض المحشر. كفار ومشركين دول الصنف الأول. الصنف الثاني المنافقون عياذا بالله. الصنف الثالث هم المؤمنون. طيب، الكفار والمشركون لا يصعدون الصراط اصلا، لان دول خلاص واضح كفرهم، فاول ما بينصب الصراط بيترموا في نار جهنم. طب ليه بيطلع بقى على الصراط المؤمنون والمنافقون؟ طب المؤمن بيطلع عشان يعدي على الصراط ويروح على القنطرة وعلى باب الجنة ويخش الجنة. طب المنافق ليه يصعد على الصراط؟ حتى تنكشف حقيقته امام المؤمنين، لانه في النهاية هو كان متداري وسط المؤمنين. هو منافق نفاقا اعتقاديا، يعني كافر برضه، بس كان قدام الناس كان بيصلي، وكان قدام الناس كان بيقول لا إله إلا الله، وكان قدام الناس بيتظاهر بالإيمان، لكنه من جوه كان يبطن الكفر وكان يكره الإسلام والمسلمين، بل قد يكون ممن يسبون الله عز وجل ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أمام الناس هو المؤمن العابد الزاهد، لكنه كان منافقا نفاقا اعتقاديا. فالناس مخدوعة فيه، فلو لقوه مرة واحدة في النار ممكن يقولوا طب ازاي ده راجل كان مؤمن، فتنكشف حقيقته على الصراط عياذا بالله. إذا فالكفار والمشركون لا يصعدون الصراط، إنما يصعد المؤمنون والمنافقون، وتقسم الأنوار على قدر إيمان العبد. المنافق يأتيه النور على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة ثم ينطفئ فلا يضيء مرة أخرى. أما المؤمنون منهم من نوره كما قال ابن مسعود: منهم من نوره كالشمس ومنهم من نوره كالجبل بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يصعدون على الصراط، وسرعة المؤمنين على الصراط شيء يفوق الخيال. المؤمن على الصراط كل واحد على قدر إيمانه. منهم من يمر بقى الصراط بالحجم الرهيب ده كله، يمر المؤمن من أول الصراط لآخر الصراط كلمح البصر، سبحان الله، طرفة العين، كالبرق، كالريح. تخيلوا حضراتكم، يعني مجرد ما تطرف العين وتفتحها
المؤمن يكون عدى الناحية التانية، بمجرد ما يجي نور البرق يضيء وينطفئ يعدي الايه المؤمن الناحية التانية. او كسرعة الريح او كأجاويد الخيل والإبل، كل واحد على قدر إيمانه. ومنهم من يجري على الصراط، لكن المنافق يزحف على بطنه زحفا ثم تخطفه الكلاليب وتلقيه في نار جهنم عياذا بالله. ويوم القيامة الصراط اللي هو احنا عارفين اصلا هو ايه، ان هو احد من السيف وادق من الشعرة، واضح كده؟ يعني الصراط رفيع جدا وحامي جدا. لو واحد هيقدر يقف على الصراط بالمنظر ده، الصراط ده لو 5 متر هنقع. فتخيلوا لما يكون مليارات المليارات من الكيلومترات، هو ده الصراط، تخيلوا. فمين يقدر يعدي عليه بالمنظر ده؟ للمؤمن بقى حاجة تانية خالص، ما يبقاش الصراط بالمنظر ده. على قدر الإيمان، شوف بقى قدرة ربنا التي لا تحدها حدود، إن الله على كل شيء قدير. فالمؤمن بقى بفضل الله كلما ضيق على نفسه في الدنيا من الشهوات المحرمة، كلما اتسع له الصراط في الآخرة. حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله: فمنهم من يصبح الصراط في حقه كالشارع الفسيح، كأنه شارع كبير جدا وهو ماشي فيه سبحان الله، بل ويمر كالطرف بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني يكون المكان متسع والأنوار ما شاء الله منوراه. طب ليه ايه لزوم الأنوار على الصراط؟ لأن نار جهنم سوداء مظلمة، تمام، أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. فبالتالي الصراط نفسه ضلمة، فنحتاج إلى أنوار. ولذلك المنافقون لما تنطفئ أنوارهم يبصوا للمؤمنين يقول لهم إيه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا بقى شوفوا النور ده بقى، خدوه من هناك. منين بقى؟ من مكان من الاثنين، إما المكان الذي تم فيه تقسيم الأنوار قبل الصعود على الصراط، وإما أن يكون المقصود، وهذا هو الراجح عندي، أن هذه الأنوار إنما جئنا بها من الدنيا، من العمل الصالح، من الصلاة، من الذكر، من الصلاة، من قراءة القرآن، من صلة الرحم، من بر الوالدين. ارجعوا بقى للدنيا وأخلصوا النية لله، واجعلوا قلوبكم عامرة بالإيمان وليست بالنفاق، واجمعوا الخير ده كله، تيجوا تلاقوا الأنوار دي بفضل الله على الصراط يوم القيامة. ولذلك فالمؤمن كلما ضيق على نفسه من شهوات الدنيا، كلما زادت الأنوار واتسع الصراط وزادت سرعته على الصراط. فما علينا إلا أن نستعد لتلك اللحظة الحاسمة، والتي بعدها مباشرة نمر على القنطرة. فلو كان عندنا مظالم، لابد أن نؤدي تلك المظالم وأن نرد الحقوق لأصحابها، ثم بعدها نكون على باب الجنة لندخل الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ينتظرنا عند باب الجنة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لحظة زي ديت ألا تستحق أن نستعد لها من الآن؟ اللي مش لابس حجاب الحق البس حجاب، حجابك ده هيكون نور ليكي على الصراط. اللي بيعقوا أم وأبوه برهم وراضيهم، لأن بر الوالدين هيكون ليك نور على الصراط. اللي بيقطع أرحامه صل أرحامك، صلة الرحم تكون نورا على الصراط. اللي ما بيقرأش القرآن يقرأ القرآن ويذكر الرحمن، هيكون ليك نور على الصراط. واللي يعني مقصر في أي عبادة يلحق نفسه ويستدرك تلك العبادات. فكل هذه الأشياء تكون لنا نورا على الصراط، وتكون لنا سرعة على الصراط، وتكون سببا في نجاتنا يوم القيامة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.